ازاي تركز مع الدكتور في المحاضرة وما تسرحش منه؟ اول حاجة اقعد في مكان يكون في وش الدكتور وحط عينك في عينه وهو زي بيشرح. الاماكن اللي بتكون اول المدرج او اللي بتكون في مقدمة الصفوف، وابعد عن الاماكن المستخبيه عن نظر الدكتور زي الاماكن دي. وده مثال على الاماكن اللي انا شخصيا بحب اقعد فيها عشان بتساعدني ان يكون وشي في وش الدكتور مباشره. تاني حاجه خلي معاك كشكول او نوته، مش عشان بس تكتب ورا الدكتور الملاحظات الهامه اللي هيقولها، عشان لو جاتلك اي افكار من افكارك المجنونه العبقريه تفرغها على الورق على طول وما تخليهاش تستحوذ على تفكيرك وانتباهك. انا مثلا فكره الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي جات لي وانا في قلب المحاضره، فعلى طول رحت مفرغها من دماغي في الكشكول اللي معايا عشان ابقى ارجع عليها في وقتها المناسب عشان ما تقطعش تركيزي من المحاضره. تالت حاجه حاول على قد ما تقدر انك ما تقعدش جنب اصحابك اللي بتحبهم، واختار الناس الدحيحه بس هم اللي تقعد جنبهم، عشان صحابك دول دايما هيشتتوك بعيدا عن المحاضره ويفصلوك منها. ما تنساش تشترك في القناه. سلام.